تسجيل صوتي لقيته على موبايل عمر المحامي بعد ما اختفى بأسبوع. الصوت فيه رعشة غريبة وصوت هوا في الخلفية كأنه حد بيجري وراه. اسمعوا الكلمتين دول قبل ما نبدأ الحكاية. لو حد بيسمع الكلام ده اهربوا من الحقيقة. أنا كنت فاكر إن شغلتي هي إني أكشف المستور، بس اكتشفت إن في أسرار ربنا سطرها عشان نفضل عايشين. القانون اللي اتعلمناه في الكتب ده نكتة بايخة قدام اللي شفته. أنا دلوقتي مش خايف من الحبس، أنا خايف من اللي واقف ورا الباب. حكاية ميزان الدم. أنا قعدت 4 سنين في الكلية بيحشوا دماغي بجمل من نوعية العدالة عمياء والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. كنت فاكر إني هبقى البطل اللي لابس الروب الأسود وبيرجع الحق لأصحابه، وكنت مستني القضية اللي تشهرني وتخلي اسمي عمر المحامي يتردد في كل المحاكم. بس ما كنتش أعرف إن في قضايا الحقيقة فيها بتبقى عبارة عن سكينة بتدبح اللي يقرب منها. الموضوع بدأ لما جالي ملف قضية كريم ممدوح، قضية ميتة إكلينيكياً. الراجل متهم بإنهاء حياة حماه بدم بارد. الورق والتحريات بيقولوا إن مفيش مفر، بصماته مغرقة السكينة، وكاميرات المراقبة جايباه وهو خارج من الفيلا في وقت الجريمة، وهدومه متبهدلة، والدافع موجود. خناقات مادية قديمة وسيرة زفت. يعني من الآخر كريم ده محجوز له مكان في طابور الإعدام. بس أول ما قعدت معاه في أوضة التحقيق جسمي أشعر. كريم ما كانش مرعوب ولا كان بيحاول يدافع عن نفسه، كان قاعد ساكت سكوت مرعب. عينيه ما كانتش بتبص عليا، كانت بتبص على ركن ضلمة في الأوضة وكأنه شايف حد واقف هناك. قلت له يا كريم اتكلم، لو ما ساعدتنيش الحبل هيتلف حوالين رقبتك. بصلي بابتسامة باهتة تقطع القلب وقال بصوت واطي: في حاجات يا أستاذ عمر الموت أرحم بكتير من إننا نعرفها. أنا مش ساكت عشان خايف، أنا ساكت عشان بحميكم. في اللحظة دي ميزان العدالة اللي في دماغي اتكسر. حسيت إن القاتل مش هو اللي قدامي، أو بمعنى أصح هو قتل فعلا بس عشان يدفن مصيبة تانية أكبر بكتير. بقيت محشور في نص السكة بين قانون عايز دليل ملموس وقرائن عشان يطلعوا براءة، وبين حقيقة مرعبة كريم مخبيها في قلبه، حقيقة لو طلعت هتحرق الأخضر واليابس. بدأت أدور ورا الضحية حماه، واكتشفت إن البيت ده كان فيه بلاوي متغطي عليها بسواد الليل. اكتشفت إن كريم مش مجرم، ده كان قربان. هو اختار يشيل الشيلة ويتحكم عليه بالإعدام عشان في حقيقة تانية لو الناس عرفتها السقف هيقع على الكل. السؤال اللي كان بياكل في نفوخي طول الليل ومخليني مش عارف أنام: أعمل إيه لو كان الحق اللي بدور عليه أرعب من الجريمة نفسها؟ وهل المفروض أطلع الحقيقة للنور ولا أساعد موكيه إنه يدفنها معاه في القبر؟ أنا دلوقتي واقف قدام القاضي والورقة اللي في إيدي فيها السر اللي يقلب القضية، بس السر ده لو قلته أنا نفسي مش هعرف أخرج من المحكمة دي سليم. أنا اسمي عمر المحامي، لسه ببدأ طريقي في عالم المحاماة تحت التمرين، يعني مجرد صبي عند المحامين الكبار، بشيل شنط وبجهز ورق ملوش لازمة. كنت فاكر إن الشطارة هي اللي هتعمل اسمي، لحد ما الأستاذ عزت صاحب المكتب دخل عليا بملف تقيل ورمى الكلمة اللي غيرت حياتي: دي فرصتك يا عمر، قضية رأي عام، لو خلصتها اسمك هيسمع في مصر كلها. الملف كان عن قضية قتل رجل الأعمال هشام نصار، والمتهم فيها يبقى جوز بنته زياد الراوي. أول ما فتحت الورق عرفت إن الأستاذ عزت مش بيديني فرصة، ده بيدبحني. القضية كانت متقفلة بالضبة والمفتاح، ومفيش خرم إبرة يخرج منه زياد براءة. أولاً السكينة اللي اتقتل بيها هشام نصار عليها بصمات زياد لوحده، مفيش غيرها. ثانياً البوليس قبض على زياد وهو واقف فوق الجثة في قلب الأوضة وهدومه غرقانة دم الضحية. ثالثاً الدافع كان جاهز ومتحضر. المباحث قالت إن هشام عرف إن جوز بنته زياد بيلعب بديله وبيخونها، وهدده إنه هيطلقه ويفضحه ويمسح بكرامته الأرض. يعني من الآخر حكم الإعدام كان ناقصه بس إمضة القاضي. تاني يوم رحت السجن عشان أقابل زياد لأول مرة.
كنت داخل وأنا راسم وش الثبات والثقة، بس أول ما زياد دخل أوضة الزيارة الجو قلب تلج. شاب في التلاتينات، شكله ابن ناس وهادي هدوء يخوف. قعد وحط إيده اللي فيها الكلبشات على الترابيزة وبص في الفراغ. قلت له وأنا بحاول أجمع شتاتي: أنا عمر المحامي بتاعك، أنا هنا عشان أطلعك من الورطة دي، بس لازم تساعدني وتقول لي إيه اللي حصل ليلتها بالظبط. ما ردش ولا حتى رمش بعينه. قلت له بصوت أعلى شوية: يا زياد، في شهود سمعوك وانت بتخانق معاه قبل الجريمة بساعات، الكلام ده بجد؟ برضه مفيش رد. صمت يخليك تعوز تصرخ. قربت منه وقلت بقلة حيلة: يا ابني بصماتك على السكينة، قول لي أي حاجة. كان بيدافع عن نفسه، هجم عليك الأول. زياد فضل باصص للأرض كأنه تمثال خشب. هدوء واحد، مش بس مستني الإعدام، ده كأنه مستعجل عليه. قضيت ساعة كاملة بحاول أخليه ينطق كلمة واحدة، بس مفيش فايدة. خرجت من السجن وأنا دمي بيغلي، مش بس عشان القضية ضايعة، لأ، عشان في حاجة ناقصة. في سر مرعب ورا سكوت زياد، سر يخلي واحد يضحي برقبته وهو راضي. صمت زياد في السجن ما كانش صمت مجرم ندمان، ده كان صمت واحد بيحمي حاجة أغلى من رقبته بكتير. رجعت المكتب والأسئلة بتنهش في نفوخي. فتحت الملف تاني وعيني جت على صورة فريدة، بنت القتيل ومراته لزياد. شهادتها في النيابة كانت غريبة ومختصرة جدا. قالت زياد وهشام ما كانش بينهم أي مشاكل، وعلاقتهم كانت سمنة على عسل. كلامها كان بيضرب في تحريات المباحث اللي قالت إن في خيانة وتهديد بالقتل. هنا شميت ريحة طبخة بتتعمل. هل فريدة بتكذب عشان تدافع عن جوزها اللي المفروض إنه ذبح أبوها؟ هل ده حب ولا هي كمان شريكة في اللعبة؟ فهمت إني لو فضلت ورا ورق المحكمة مش هطلع بحاجة. القضية دي لازم تتحل في وسط الخراب والأسرار اللي عيلة نصار دفنينها تحت بلاط فيلتهم. وقررت إني لازم أواجه فريدة وش الوش. مقابلة فريدة هشام نصار كانت أصعب بمراحل من مقابلة جوزها. لو زياد كان حيطة من السكوت، ففريدة كانت ممثلة محترفة بتمثل دور الضحية ببراعة. قابلتها في فيلة أبوها مكان الجريمة. كانت غرقانة في الأسود وعينيها حمرة من العياط، بس حسيت إن دموعها دي تمثيل، بتنزلها وقت ما تحب وتنشفها وقت ما تحب. قالت بصوت مخنوق: يا أستاذ عمر، أنا مش قادرة أنطق. خسرت أبويا وجوزي ضاع مني، مفيش وجع أكتر من كده. قلت لها ببرود: أنا مقدر وجعك يا أستاذة فريدة، بس أنا هنا عشان أنقذ رقبة جوزك من الحبل. سكوت زياد ده انتحار، وإنت الوحيدة اللي معاك المفتاح. ردت بسرعة وهي بتبعد عينيها عني: زياد مظلوم، أكيد في حد عمل كده ولبسها له. هنا قررت أرمي أول قنبلة. النيابة بتقول إن أبوك اكتشف إن زياد كان بيسحب فلوس من وراه عشان يسدد ديون قمار، ولما عرف هدده بالسجن والفضيحة. الكلام ده صح؟ فريدة اتوترت للحظة وإيدها اترعشت وهي بتمسك منديلها، وقالت بصوت مهزوز: دي إشاعات وناقصة، بابا كان بيعتبر زياد ابنه ومستحيل يعمل فيه كده. في اللحظة دي اتأكدت إنها كدابة، ارتكابها فضحها. هي عارفة ببلاوي زياد المادية ومع ذلك بتغطي عليه. ليه؟ إيه السر اللي يخلي واحدة تحمي قاتل أبوها وتداري على جريمه؟ قلت لها وأنا بضغط على كل كلمة: يا أستاذة فريدة، لو زياد ما قتلوش يبقى لازم يكون في حد تالت كان في البيت ليلتها، حد هو اللي ذبح وزياد هو اللي بيشيل الشيلة. فكري كويس، مين كان ليه مصلحة إن هشام نصار يختفي من الدنيا؟ بصت لي بحسم وقالت بلهجة خلت جسمي أشعر: محدش، بابا كان الكل بيحبه ومفيش حد تالت. كانت بتقفل كل باب بحاول افتحه، وكأنها بتقولي الحقيقة مدفونة هنا ومحدش هيعرف يطلعها. خرجت من عندها وأنا متأكد إن زياد مش قاتل، زياد مجرد قربان بيتقدم عشان حد تاني يفضل عايش في الضلمة. قبل ما أسيب الفيلا وامشي، رميت لفريدة سؤال أخير زقاني ليه فضولي: زياد كان بيحبك يا فريدة؟ السؤال ده بالذات كأنه كهربها،
بصت لي بصة طويلة وغريبة، والأول مرة أشوف ملامح حقيقية ورا وش الخشب اللي كانت لابساه، وقالت جملة خلت شعري أشعر. زياد كان مستعد يحرق نفسه عشان بس يدفيني. وقامت وقفت فجأة ونهت المقابلة، وكأن الجملة دي هربت منها وغلطت لما قالتها. خرجت وأنا برتب المكعبات في دماغي، زياد ساكت وفريدة بتكذب، الاتنين بيحاولوا يداروا على نفس الشخص، شخص غالي عليهم لدرجة إن فريدة تضحي بجوزها وزياد يقدم رقبته للمشنقة وهو راضي. مين الشخص اللي يجمعهم على التضحية دي؟ وقفت في نص الشارع والبرق نور في دماغي فجأة. الإجابة كانت رامي. رامي هشام نصار، الأخ الأصغر لفريدة والوحيد اللي حيلتها. جريت على المكتب وفتحت الملف اللي الأستاذ عزت كان عايزني أقفله بأي طريقة. بدأت أنبش في حياة رامي ولقيت البلاوي اللي كانت متدارية. رامي ده كان شاب ضايع مدمن وعنيف ومشاكله ما بتخلصش، وأبوه هشام نصار كان دايما هو اللي بيلم وراه القرف ويدفع التمن. والأهم من كل ده إن رامي كان موجود في الفيلا ليلة ما الجريمة حصلت. كده الصورة وضحت. لو رامي هو اللي غرز السكينة في أبوه في لحظة جنون أو خناقة، يبقى طبيعي فريدة تكذب عشان أخوها ما يتعدمش، وطبيعي زياد يلبس القضية عشان يحمي مراته من صدمة ضياع أخوها. زياد ما كانش قاتل، زياد كان ستارة. بس المشكلة إن رامي ده كان عامل لنفسه حجة غيبة ما خرمش المية. قال إنه كان في أوضته حاطط السماعات وفاتح المزيكا على الآخر وما سمعش أي صريخ، ومفيش دليل واحد يثبت عكس كده. كان لازم أروح للي ماسك طرف الخيط. رحت لزياد السجن تاني، بس المرة دي ما كنتش رايح أتحايل عليه يتكلم، كنت رايح أرمي الحقيقة في وشه. أول ما قعد قدامي قلت له من غير مقدمات: أنا عرفت كل حاجة يا زياد، أنا عارف إنك بريء، وعارف إنك لابس البدلة دي عشان تحمي رامي أخو فريدة. لأول مرة من ساعة ما شفت زياد جسمه اتنفض، رفع عينه وبصلي نظرة حادة زي الموس، نظرة واحد كان فاكر إنه دافن السر في بير غريق وفجأة لقى حد بيسحبه منه للنور. المتاهة طلعت بتلف وترجع لنفس النقطة. زياد نطق، بس الكلمة اللي قالها كانت أتقل من سكوته. السر مش في رامي ولا في فريدة، السر في اللي رباهم. أنا رايح دلوقتي لآخر خيط، ولو الخيط ده اتقطع أنا كمان هتقطع معاه. اسمعوا الحكاية وصلت لفين. زياد كان باصص لي ونظرته فيها تحذير صريح، بس أنا ما كنتش هسكت. قلت له بقلب جامد: رامي هو اللي ذبح أبويا زياد. رامي طلب فلوس عشان القرف اللي بيشربه، وأبوه رفض. قامت الخناقة والسكينة سبقت الكلام. انت جيت لقيت الدم مغرق المكان، وفريدة ركعت تحت رجلك عشان تشيل الشيلة بداله، وانت زي المغفل وافقت. كنت بخبط بكل قوتي على الحيطة اللي بانيها حوالين نفسه. كملت وضغطت أكتر. تضحيتك دي ملهاش لازمة، انت هتتعدم ورامي هيفضل يشم ويقتل ويضيع في نفسه، وفريدة اللي خايف عليها هتخسر كل حاجة في لحظة. ده مش حب، ده غباء. ايده اللي على الترابيزة كانت بتترعش، وصراعه الداخلي كان باين في عينيه اللي بدأت تدمع. قلت له بصوت أهدى: اتكلم، رامي محتاج يتعالج، مش محتاج حد يتعدم بداله. لو قلت الحقيقة هطلعه منها بمرض نفسي أو تأثير مخدرات، وانت تطلع براءة. ده الصح يا زياد. زياد فضل ساكت دقايق، السكوت فيها كان بيخنق، وفجأة سمعت صوته لأول مرة، صوت طالع من بئر مهجور مبحوح ومكسور: رامي مش أخوها الشقيق. الجملة نزلت عليا كأنها ججل وقع فوق نفوخي. بتقول إيه؟ زياد كمل وهو بيبص للأرض: رامي يبقى ابن مرات هشام بيه الأولانية، هو رباه زي ابنه بالظبط، وفريدة بتشوف فيه ريحة أمها اللي ماتت. رامي كان هو نقطة ضعفها، وهو كان عارف يذلها بالحب ده إزاي. المعلومة دي قلبت الترابيزة. كده الحكاية مش مجرد أخ بيحمي أخوه، دي علاقة مرضية وسيطرة نفسية. قلت له بسرعة: يعني رامي قتله عشان يورث لوحده، عشان يخلص من سيطرة هشام بيه ويفضل هو وفريدة بس؟ زياد قطعني بصوت حاد: لا، الموضوع أوسخ من كده بكتير. ليلة الحادثة أنا ما كنتش في الفيلا أصلا، بس أنا عارف مين اللي كان هناك، وعارف هشام بيه اتقتل ليه. مين؟ سألته وأنا حابس نفسي. بصلي مباشرة وقال اسم واحد بس: عفاف هانم. وكمل: المربية القديمة بتاعت رامي وفريدة. الست دي هي الصندوق الأسود للعيلة دي، هي اللي عارفة السر اللي هشام بيه دفنه سنين، والسر ده هو اللي دبح الكل.
الاسم ده كان المفتاح اللي هيفتح باب جهنم. عفاف هانم اختفت بمجرد ما هشام نصار مات، خدت مكافأة كبيرة واتبخرت، بس بمساعدة واحد صاحبي صحفي عرفت أوصل لعنوانها في شقة قديمة في حي شعبي بعيد عن عز الفلل والقصور. رحت هناك وخبطت، فتحت لي ست عجوزة وشها عبارة عن خريطة من التجاعيد والهموم، وعينيها فيها نظرة واحدة شافت كتير وما بتتفاجئش. أول ما شافت كارت المحامي بتاعي وعرفت إني جاي عشان زياد، بصت لي بصة طويلة غامضة وقالت لي بصوت هادي: أنا كنت عارف إنك هتيجي. الحقيقة ريحتها بانت والدم ما بينشفش طول ما السر مدفون. بصوت هادي وهي بتشاور لي أدخل. كنت مستنية حد يسأل الأسئلة الصح. قعدنا في صالة بسيطة والهدوء كان تقيل. زياد قال لي أسأل حضرتك عن السر اللي هشام بيه كان مخبيه. بدأت كلامي مباشرة. تنهدت تنهيدة طويلة. هشام بيه ما كانش ملاك زي ما الناس فاكرة، ولا رامي شيطان زي ما الكل شايف. الحكاية أعقد من كده. بدأت تحكي. حكت إن رامي مش ابن مرات هشام نصار الأولانية زي ما زياد كان فاكر. دي كانت الكذبة اللي هشام فهمها للكل. الحقيقة كانت أبشع. رامي كان ابن هشام نصار نفسه، بس من علاقة غير شرعية قبل ما يتجوز. لما أم رامي ماتت وهي بتولده، هشام خاف من الفضيحة، فاتبنى الولد على إنه ابن مراته اللي ماتت عشان يضمه للعيلة من غير ما حد يعرف إنه ابنه الحقيقي. فريدة كانت عارفة؟ سألت بصدمة. لا، محدش كان يعرف غيري أنا وهشام بيه. هو كان بيعامل رامي بقسوة غريبة، كأنه بيعاقبه على غلطته هو. كان بيحرمه من الحنان ويديله فلوس بس. عشان كده الواد طلع بايظ. كان بيدور على أي حاجة تملى الفراغ اللي جواه. طب إيه اللي حصل ليلة الغريمة؟ من كام شهر، كملت عفاف هانم، رامي بالصدفة لقى أوراق قديمة بتثبت إنه مش ابن شرعي، وإن هشام بيه زور كل أوراقه. الواد اتجنن، حس إن حياته كلها كدبة. ليلة الحادثة راح يواجهه. أنا كنت في المطبخ وسمعت صوتهم. رامي كان بيصرخ فيه وبيقول له: أنت مش أبويا، أنت دمركني. وهشام بيه رد عليه بمنتهى البرود: أنت كنت غلطة وأنا صلحتها بالطريقة اللي تريحني. صمتت للحظة وعينيها دمعت. الجملة دي كانت الرصاصة اللي قتلت رامي من جوه. بعدها سمعت صوت خناقة وصوت حاجة بتقع. جريت على المكتب، لقيت رامي واقف والسكينة في إيده، وهشام بيه غرقان في دمه. رامي كان في حالة صدمة، مش واعي هو عمل إيه. وزياد وصل إمتى؟ فريدة كانت بايتة عند واحدة صاحبتها. رامي بعد ما فاق من صدمته اتصل بيها، وهي اللي اتصلت بزياد. زياد وصل بعديها بحوالي نص ساعة. أول ما شاف المنظر فهم كل حاجة. بص لرامي المنهار وبصلي وقرر في لحظتها. خد السكينة من إيد رامي ومسح بصماته وحط بصماته هو عليها، وقال لرامي يستخبى في أوضته وما يفتحش بقه. هو اللي اتصل بالشرطة بنفسه واستناهم جنب الجثة. الصورة كلها اكتملت. تضحية زياد ما كانتش عشان أخو مرات خاله، كانت عشان ينقذ اللي باقي من العيلة دي من الانهيار الكامل. كان بيحاول يحمي فريدة من صدمة إن أخوها قاتل، ورامي من مستقبل ضايع. الشهادة دي ممكن تطلع زياد براءة. قلت بحماس: بس هتدمر رامي وفريدة. ردت بحزن: زياد عمل كده عشانهم. لو اتكلمت يبقى بضيع التضحية بتاعته، ولو ما اتكلمتيش راجل بريء هيتعدم. عشان كده كنت مستنياك. بصيت لي مباشرة: زياد وافق فيك وقالك على اسمي. هو عارف انك هتتصرف صح. مش مهم تطلع مين البطل ومين الشرير، المهم تلاقي حل يوقف سيل الدم ده، حل فيه عدل ورحمة. خرجت من عندها وأنا دماغي بتغلي. معايا الحقيقة الكاملة، بس الحقيقة دي سلاح ذو حدين. ممكن أنقذ بيها موكلي، بس هدمر بيها حياتين تانيين. والأول مرة في حياتي المهنية السؤال ما كانش إزاي أكسب القضية، لكن بقى إيه هو العدل الصح. رجعت مكتبي وأنا شايل هم الدنيا كلها فوق كتافي. الحقيقة اللي كنت بدور عليها بقت في إيدي، بس كانت أتقل من إني أقدر استخدمها بسهولة. لو قدمت شهادة عفاف هانم للمحكمة، زياد هيطلع براءة، بس رامي هيتحاكم عليه بالقتل، وفريبة هتنهار تماما لما تعرف الحقيقة الكاملة عن أبوها وأخوها.
هكون انقذت واحد ودمرت 2. ولو سكت زياد هيتعدم. هكون فشلت كمحامي وفشلت كإنسان شاف الحقيقة وسكت عنها. قضيت ليلة كاملة بفكر إيه هو الصح؟ إيه هي العدالة في قصة زي دي؟ هل العدالة هي تطبيق القانون بحذافيره ولا محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ في نص الليل لقيت الحل. حل مش هيجيب البراءة الكاملة، بس هيجيب نوع مختلف من العدالة. عدالة فيها رحمة زي ما عفاف هانم قالت. تاني يوم رحت لزياد في السجن. زياد، أنا عرفت كل حاجة، قلت له أنا باصص في عينيه، وعندي الشاهدة اللي ممكن تطلعك براءة. بص لي بصة طويلة فيها أمل وخوف في نفس الوقت. بس لو عملت كده رامي هيضيع وفريدة هتتدمر. كملت كلامي وأنا عارف إن ده مش اللي أنت عايزه، عشان كده أنا عندي خطة تانية، خطة فيها مجازفة بس ممكن تنقذكم كلكم. شرحت له الخطة. كانت مجنونة وبتعتمد على ثقتي في إن القاضي اللي ماسك القضية إنسان قبل ما يكون رجل قانون. يوم الجلسة النهائية القاعة كانت مليانة بالصحفيين وأفراد العيلة. وقفت للمرافعة، كل العيون كانت عليا. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، بدأت بصوت ثابت: أنا لن أدافع اليوم عن براءة موكلي. الأدلة المادية ضد قوية وأنا لن أنكرها. صوت همهمة واستغراب ملى القاعة. الأستاذ عزت رئيسي كان بيبصلي كأني اتجننت. لكني اليوم سأدافع عن الدافع. سأكشف لكم عن القصة الحقيقية التي أدت إلى هذه النهاية المأساوية. بدأت أحكي. حكيت قصة رامي، الطفل اللي عاش حياته كلها حاسس بالرفض من أبوه. حكيت عن الإدمان وعن البحث عن الحب في أي مكان. وحكيت عن ليلة الجريمة، عن المواجهة وعن الانهيار. بس في قصتي أنا غيرت تفصيلة واحدة حاسمة. قلت إن زياد وصل أثناء الخناقة مش بعدها. قلت إنه لما شاف رامي منهار وأبوه بيستفزه ببرود حاول يتدخل عشان يفض الاشتباك. وفي وسط العراك السكينة اللي كانت في إيد رامي طعنت هشام بيه عن طريق الخطأ. جريمة موكلي الحقيقية يا سيادة القاضي، قلت أنا بشاور على زياد، ما كانتش القتل العمد. جريمته كانت الخوف على الشاب الصغير اللي بيعتبره أخوه فقرر يشيل الليلة لوحده. وجريمته كانت حبه لمراته اللي ما كانش عايز يكسر قلب مراته مرتين في نفس الليلة، مرة بفقدان أبوها ومرة بفقدان أخوها. موكلي لم يكن قاتلاً، بل كان رجلاً حاول أن يلم شتات عائلة تنهار فغرق معها. أما بالنسبة للمتهم الحقيقي في هذه القضية فهو ليس شخصاً بعينه. المتهم الحقيقي هو السر الذي ظل مدفوناً لعقود، وعندما خرج دمر كل شيء في طريقه. لذلك أطلب من عدالتكم استعمال أقصى درجات الرأفة. أطلب منكم أن تنظروا إلى زياد ليس كقاتل بل ككبش فداء لخطايا لم يرتكبها. خلصت المرافعة والقاعة كلها كانت في حالة صمت تام. بصيت على زياد لقيته بيبصلي لأول مرة بامتنان، وبصيت على فريدة كانت بتبكي، بس المرة دي دموعها كانت حقيقية. بعد أيام من الانتظار صدر الحكم. لم تكن البراءة، ولكنها لم تكن الإعدام أيضا. حكم على زياد بالسجن 10 سنوات بتهمة الضرب الذي أفضى لموت، مع الأخذ في الاعتبار ظروف وملابسات الجريمة. أما رامي فبناء على توصية من المحكمة تم إيداعه مصحة للعلاج من الإدمان تحت إشراف قضائي. في نظر القانون زياد كان مدن، لكني في نظري وفي نظر القاضي الذي فهم ما بين السطور كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة. خرجت من المحكمة ولقيت فريدة مستنياني. أنا أسفة، قالت بصوت مكسور. أسفة على كل حاجة. ما يهمكيش، رديت. المهم دلوقتي إنكم تبدأوا من جديد كلكم. مشيت وسبتها وأنا عارف إني ممكن أكون خسرت القضية بمعايير المحاماة التقليدية، لكني كسبت حاجة أهم. كسبت إني عرفت إن العدل مش دايما أبيض واسود. أحيانا بيكون منطقة رمادية، منطقة بتحاول تصلح اللي انكسر،
وتنقذ اللي لسه باقي. ودي كانت أول قضية حقيقية في حياتي، وأهم درس اتعلمته فيها إن أصعب صمت ممكن تواجهه مش صمت المدن، لكن صمت الحقيقة نفسها.